واكتب لأمك وصية علشان هتموت أكيد، وملكش أي دية بنقولها لأي حد، وخلاص ما فيش هزار هتشوفوا الموت بجد، والليلة ضرب نار هتفوقوا على كابوس، وهتصحوا على جحيم، واللي هيعمل تكرر مش هيروح سليم. لو جاي على بورسعيد اكتب لأمك وصية علشان هتموت أكيد، وملكش أي دية بنقولها لأي حد، وخلاص ما فيش هزار هتشوفوا الموت بجد، والليلة ضرب نار هتفوقوا على كابوس، وهتصحوا على جحيم. ده طبعا كانت أغنية الألتراس بورسعيد. يعني الكلام واضح، يعني مش عايز اقول يعني على فكره الكلام ده مش موجود قبل الماتش يعني، بس ده من زمان يعني انا ما كنتش متابع بصراحه المواضيع، لكن الساده الزملاء في الاعداد يعني قالوا لي ده موجود على الانترنت من زمان. كل التراس بيبقى ليه اغاني كده عشان الناس تحفظها في البيت ويجوا يردوها مع بعض، لكن انتوا لو ركزتوا في الكلام يعني تقريبا يعني حاجات كتير منه حصل امبارح. انا مش عايز اقول ان هم السبب، انا ما اعتقدش ان الالتراس كلهم، ولكن الموضوع فلت منهم، فلت من المسؤوليه. يعني يمكن زي ما قلت شفنا في مصر اهو، يمكن الكلام مكتوب اكتب لامك وصيه عشان هتموت اكيد، يعني برضه التشجيع يعني ومالكش اي ديه يعني معلش خلاص كده يعني ده يمكن الكلام برضه عشان محدش سمع الكلام يشوف ويقراه، يعني بنقولها هنشوف الموت بجد. وده طبعا اللي حصل للاسف الشديد. الواحد طول عمره يعني زي ما قلت، بس في موضوع الالتراس مش عايز اقول كله، ولكن انا متهيألي الناس اللي ماسكه الالتراس فلت منهم الموضوع، او فلت منهم الناس الغريبه اللي متواجده. انا شفت احنا في الاول الماتش قلت لكم في ناس بتحاول تهدي، ولكن يا جماعه اللي احنا فيه ده الانفلات الامني اللي احنا عايشين فيه، والانفلات نوعا ما الاخلاقي اللي الناس عايشه فيه. ما بقاش حد ليه كلمه على حد، وما بقاش حد ليه انه يقول لحد بس هيقف، ما حدش بقى ليه كلمه. امبارح سمعت مداخله الاستاذ كامل ابو علي في احد البرامج بيتكلم، بيقول للولاد ناس بتجري في الملعب، بيقول لهم انتوا عايزين ايه، احنا كاسبين. واضح ان هم شتموه او قالوا كلمه لفظ، ان قال لهم انا يعني قال في البرنامج انا قالوا لي حاجه ما حدش بيحترم سني فيه. فيعني انا شايف ان الكلام ممكن اللي اتقال ده مجازي، يعني كلام مجازي ان هم هيروحوا، ان الجمهور هيحصل فيه مشكله، وان انتوا هتلاقوا جمهور كبير. مجازي اكيد، بس الناس ما بقتش دلوقتي بتاخد بالمجازي، بتاخد بالفعل للاسف الشديد. الناس دلوقتي انا ما اعرفش الناس الحاجات دي كانت مكتوبه لها كتير ازاي، والمتابعين المسؤولين عن الامن مش متابعين في الكلام ده كله. ده في حاجات هيستوري من زمان، من 2007 و2008 اول ما الالتراس دول طلعوا، وحاجات بينهم وبين بعض زي ده كده. الاهلي عامل حاجات، الزمالك عامل حاجات، زائد اليوفط اللي احنا يمكن كناش بناخد بالنا منها، بس احنا عاديين متفرجين. في ناس المفروض شغلتهم هي انها ترصد الكلام ده، وانها تبين ايه اللي هيحصل، وان هي تشوف الدنيا هتحصل فيها ايه، عشان يبقى في حاجه استباقيه انها ما تحصلش للاسف، ويبقى في 74 ولد امبارح يرجعوا زي ما احنا شفنا في يعني في خلاص يطلع فاصل.
Thank you.